السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غتشوفوا الوريثة ديال لاند كروزر والهيليكس مقاتلة تويوتا كورولا. الجبال، الرملة، الغيث، واقصى الظروف اللي يقدر يطيح فيها بنادم. فين ما مشيتي في ابعد نقطة في الكوكب غتلقى ديما نفس السمية محفورة في الطريق: تويوتا. هاد الهبه ما بقاتش حكر غير على الطوموبيلات ديال الجبال والثقل، هاد الباين ديال الاستمراريه تقطر كامل في هاد الاسطوره تويوتا كورولا، واللي سيطرت على المبيعات في العالم باكثر من 50 مليون نسخه. 50 مليون في لغه الارقام حقيقه صادم. علاش العالم كامل تق في هاد الحديد، وعلاش اليوم باقيه هي الخيار الاول اللي باغي يصلح؟ وبما ان موضوعنا الجينيراسيون الاس 120، شنو هما المميزات والعيوب ديالها؟ كامل هاد الشيء غنعرفوه في هاد الحلقه. والا كانت كتهمك الكورولا هاد الفيديو ديالك. تويوتا كورولا الجيل التاسع خرج ما بين 2002 و 2007. الشركه بدلات فيه المنطق، ما بقاتش طوموبيل غير كدي وغتجيب، ولا الطوموبيل عريضه وقاعده عجلات ديالها طويله، والراحه داخل المقصورات زادت بزاف مقارنه مع الجيل اللي قبل منه. تصميم محترم واخا داز عليه اكثر من 20 عام الان. وبما ان موضوعنا هو الديكاترتي واللي اختصار ديال ديريكت انجكشن ديزل، فراه غنهضروا على الكورولا مازوت. ندوزو للمحرك. هاد المقاتله كانت كتخرج بثلاثه د المحركات: 2 لتر 116 حصان، و2 لتر 90 حصان، والان 4 لتر 90 حصان. واللي كان منتشر عندنا هنا في البلاد هو ديال 2 لتر 90 حصان، وغنقول لكم علاش هو وماشي شي واحد اخر. هاد الموتور كيجي 8 د الخيل 90 حصان، وكيخرج 215 نيوتن متر. من 0 ل 100 كيدار في 12 سكوند فاصله 6، وسرعه قصوى في حدود 180 كم في الساعه. وبطبيعه الحال بكونسوماسيون كتبلغ 7% في المدينه و4.8 خارج المدينه. مبيعات تويوتا الخياليه. مبيعات كورولا كان وراء واحد السر خفي عند الشركه الام خلاها تخترق كاع المجالات الصناعيه. اولا، السر الميكانيكي ديال تويوتا هو ان الموتور ديالها كيكون ناقص الجهد. مثلا موتور 2 لتر عند بيجو لا فوكس فاغن كيخرجوا منه 130 حتى ل 150 حصان. التركيز كان على الاداء والسرعه، عكس تويوتا اللي كتخرج منه غير بين 90 حصان حتى ل 110 الحصان. والنتيجه المنطقيه، الموتور ما عمره يوصل للجهد ديالو الاقصى، وكيوصل ل 500,000 كيلومتر بلا ما تفتح الموتور. والنتيجه عكسيه عند المنافسين، كانوا كيطيروا في الطريق، ولكن مع الوقت كيتحل فيهم الموتور والتيربو كيتفرقع والبي اس كيعيا. زيد عليها سياسه القطع المشتركه، فتويوتا كانت ذكيه من الناحيه الاقتصاديه وعملت على توحيد البياس بحال الدينامو والبياس السسبونسيون والفلترات. والنتيجه المنطقيه كانت تكلفه الانتاج طاحت بزاف، والبياس موجود في كاع العالم، الشيء اللي خلى الناس يزعموا عليها، حيت عارفين ان اكبر عائق هو الخدمات ما بعد البيع. ثالث حاجه الجوده ديال المواد الاوليه، فتويوتا كتستعمل في الدوائر الالكترونيه خيوط ديال النحاس بجوده عاليه، وفي الجوانت والهيكل معادن معالجه ضد الصدى احسن من المنافسين بمرات. والنتيجه المنطقيه الطوموبيل ما كتموتش في الكتريسيتي والحديد كيبقى واقف. زيد على ان في وحده انتاج كانت كتعتمد على تقنيه تي بي اس، والنتيجه نسبه الخطا في المونتاج ديال الكورولا كانت هي الاقل في العالم لسنوات طويله. وزيد على الاستمراريه، فالشركات بحال فولكس فاغن مثلا كل 4 سنوات كيغيروا من التكنولوجيا، عكس تويوتا اللي بقات خدامه بنفس الموتورات لاكثر من 15 عام. والنتيجه المنطقيه، الميكانيكيين حفظوها، المشاكل ديالها كلها اكتشفات وتصلحات مع الوقت، وما بقاتش المفاجات الخايبه. وفي الوقت اللي كانت فيه الشركات الالمانيه كيدخلوا لي كالكولاتور في كل قنت، تويوتا في الاس 120 بقات محافظه على نظام كهربائي بسيط. والمنطق كيقول اقل عدد ديال لي كابتور يعني اقل عدد ديال الاعطال اللي كتسكت الطوموبيل. وبيني وبينكم هاد المقاتله ما غاش تشعل لك البوله ديال التشيك انجين غير حيت الكاليتي ديال المازوت ناقصه، ولا حيت شي ماس صغير في الطوموبيل. وزيد على جوده التصنيع، بحال الدوريتات والجوانات ديال تويوتا مصنوعين من الكاوتشو بجوده عاليه، ما كيقصحش وما كيتشققش مع الوقت. وحتى ملي سسبونسيون ديال هاد المقاتله بعقليه تماره، هي ماشي ديال الدريفت، ولكن مصاوبين باش يضربوا 200,000 كيلومتر بلا ما يسيلوا بالزيت. وتويوتا كانت كتركز على الصح اكثر من الرفاهيه، وعكس مرسيدس 109 اللي دوينا عليها في الفيديو اللي فات، لغات كاع هاد التعقيد ودارت محور خلفي قاصح، والنتيجه اقل راحه ولكن اكثر عمليه، وكتهنيك في شي حاجه سميتها الميكانيك. والنقطه الاخيره واللي بصمت راسها في عدد المبيعات، وهو المحرك 2 لتر ديكاتر دي مول 90 حصان. ولكن كيفاش؟ في الوقت اللي كانت هاد الطوموبيل جديده، المازوت في المغرب ما كانش بنفس الجوده ديال دابا، والموتور ديال 90 حصان كان فيه تيربو عادي وبسيط، وهادشي خلاه يسرط اي مازوت بلا ما يوقع ليه مشكل في زانجيكتور ولا التيربو. صراحه موتور وحش الطرق، كياكل اللي كان وكيصبر للضغط وما كيعرفش طريق الميكانيك، وباقي لدابا العمله الصعبه في سوق المستعمل. تويوتا كورولا المقاتله هي المعادله الصعبه ديال الثقه في المغرب. طوموبيل مبني على بساطه الهندسه اللي كتعطيها عمر افتراضي طويل، ونظام التعليق اللي بسيط وعملي وكيصبر للحفاري، والبياس اللي موجود ورخيص. واخا فيها
فيها عيوب بحال لو جير او مشاكل لي كابتور ديال البومبا، ولكن هاد المشاكل اللي ذكرت راه ما كيكونوش الطوموبيل ضربه 100000 كيلومتر. هادو مشاكل ديال التماره ديال 300000 وزياده، وبالمقارنه مع المنافسين كيتعتبروا بساط، بحيث البلوك والكلاس كيبقاو هانيين، وهذا الشيء كيبقى الخيار الامين اللي كيحمي لك جيبك وكيضمن لك راحه البال. الا كنتي كتقلب على الرفاهيه الزايده هاد الفيديو ماشي ديالك، وإلا كنتي كتقلب على المقاتله اللي تصبر معك الزمن فهادي باقا الملكه ديال الطرقات. ودابا بيني وبينكم، واش بان لكم باللي الكورولا باقيه كتستحق هاد الهبه كامله، ولا كاين شي منافس يقدر يزعزعها؟ خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع عشاق الطويوطا، ونتشافوا في فيديو جاي. الله.